السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة يوميات أم حبيبة أسوان بترحب بيكم حبايب مشاهدين ومتابعين من جميع أنحاء العالم ومعجبين. ربنا يكبر بخاطركم يا رب العالمين. جبل يتعجب له أهل السماوات والأرض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يسعدكم يا رب العالمين، سعادة الدارين يا رب، اللهم آمين. ربنا يكبر بخاطرنا جميعا، يرزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين جميعا. ربنا يبارك لي في أولادي يا رب العالمين ويسعدهم سعادة الدارين يا رب العالمين، ويطلعوا بارين يا رب العالمين إن شاء الله بإذن الله. احنا واقفين فوق السطوح وشايفين الجبل. شايفين الجبل ورا حبيبة هناك. وقاعد محمد هنا بيكسر ال في جريدة معاه بيكسرها عشان عايزين نقسمها نصين عشان نلم بيها الطوب. حبيبي جايبة مية طبعا من تحت عشان نشرب، وانا هناك بنضف السلم اللي طلع على الطبق بتاع التلفزيون. طلعنا فوق يعني. بص بقى طبعا ده الجزء الثالث من السطوح، لانه لسه معانا اجزاء بالنسبة للسطوح. بقى ايه، سلسلة فيديوهات معانا بالنسبة للسطوح. ربنا يكبر بخاطرنا يا رب العالمين جميعا ويسعدكم يا رب العالمين، اللهم امين. اللهم امين يا رب. طبعا عشان بقالنا فترة طويلة ما رحناش ناحية السطوح ولا عملنا فيه اي حاجة. فميدو بيقول لحبيبي ابعد عشان الجريدة عايز يقسمها، مش هي حتة حطبة كده لقيناها عشان خاطر طبعا نقلب بيها الطوب، عشان خاطر خايفين لا نلقى حاجة دبيبة ولا حاجة يعني، عشان الحاجة مركونة. الحمد لله ولله الحمد، صراصير بقى والحاجات دي بقى كله. فحبينا ننضف المكان عشان خاطر ما تجيش اي حاجة لينا يعني في البتاع ده في الارض كده واحنا قاعدين عشان نشوفها يعني. الحمد لله ولله الحمد. طبعا الطوب ده في مكانه من ساعة المرحوم ما كان عايش، الله يرحمه يا رب العالمين ويغفر له ويجعل مأواه الجنة. جوزي الله يرحم أبو العيال. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكبر بخاطرنا يا رب العالمين ويسترنا يا رب، اللهم آمين. اهو أنا بلم في الورق والحاجات اللي هي يعني اللي وسط الحاجات المرمية مثلا ممكن نستعملها يعني. الحمد لله ولله الحمد. شايفين الجبل ورانا قدامنا ازاي؟ بصراحة يعني الجبل ده راحة نفسية. السلوقي فوق الجبل. السلوقي يا سحابة. وعلي كل شيء يقول السلوقي، انا ما بعرفش انطقها كويس الكلمة دي. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكبر بخاطرنا يا رب العالمين. جبرا يتعجب له للسماوات والارض. ربنا يرزقنا جميعا يا رب. وادعوا لي ربنا يديني الصحة ويكرمني ويعني وربي ولادي على خير يا رب العالمين ان شاء الله. بشكركم، ربنا يبارك فيكم اصحابي وحبايبي، عيلتي الكبيرة اللي انا بتشرف بيها وليا الشرف ان انتوا معايا يعني حبايبي. الله يسعدكم يا رب العالمين. ولكل متابعيني سيدات ورجال، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويسعدكم سعادة الدارين يا رب العالمين. والمشاهدين والمعجبين الله يسعدكم يا رب العالمين جميعا. فده بقى مشوار ومشوار السطوح ده. شايفين بقى الجنب اللي لسه احنا ما قلبناش عليه، الجنب اللي فيه الخشب اللي هناك ده. انا ظهرت في الفيديو بس عشان تشوفوا بس المعاناة اللي احنا بنعانيها. ان احنا كان يقول لو ما سددتوش مش هخليكم تعملوا حاجة على السطوح. جيت في يوم انا رحت وديت له القسط بتاع الشهر بتاع الراجل بتاع البيت ده. رحت جيت في يوم زعقت معاه قلت له بص انا مش هنقعد في الزبالة دي طول عمرنا يعني. اللي قلت له بتيجي الجبل يعني احنا عشان قاعدين في الجبل طبعا بتيجي الكياس والورق طاير علينا من فوق، عشان احنا جايين تحت الجبل كده. والناس اللي في ناس على فكرة فوق الجبل بنين فوق فوق خالص. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكبر بخاطرنا يا رب العالمين ويسعدكم يا رب سعادة الدارين. الحمد لله ولله الحمد. الحمد لله على كل خير وعلى عطاءه وعلى كرمه يا رب العالمين. فهنا محمد اهو بيقلب بيقلب بالعصاية اللي كسرها، ولقى مش عارفة ايه بطرمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وادي حبيبة من ناحية على فكرة بتلعب في التراب، تبني بيت.
بتعمل حفرة، قال عايز تزرع فوق، بقول لها مش هينفع تزرعي فوق لأن ده اسمنت، فالزرعة لما تيجي تزرعيها مش هتطلع، عايز قصرية تعمليها فيه. اهو دلوقتي احنا كل حاجة بنلمها وبننضفها وبنحولها وبنحط الحاجة في أماكن تانية، مكان يعني تاني. المكان ده بقى كمان شوية كده وهتلاقوا المكان ده بقى بسم الله ما شاء الله. العيال ما شاء الله يعني هتشيل معانا، هطلع ليهم الطوب وهم هيشيلوه، وهنشيل وهنشيل برضو اللي اسمه ده الزبالة، الرابش، الزبالة لا مؤاخذة يعني، معلش. الحمد لله ولله الحمد، ربنا يكبر بخاطرنا يا رب العالمين ويسعدهم يا رب ويسعدنا. الله يسعدكم جميعا يا رب العالمين، ربنا يرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. حبيبة بتعدي ومش واخدة بالها من الكاميرا عشان احنا كنا مثبتين التليفون. طبعا حمزة التراب ده خطر عليه طبعا عشان خاطر العملية اللي هو عاملها، فمخلينه بعيد. ده احنا اهو بنشيل الطوب كده بنرميه في الناحية التانية على الرملة، عشان بعد كده نبقى نرصه بقى المرة الجاية ان شاء الله عليه الفيديو الجديد ان شاء الله بإذن الله. حبايب الله يسعدكم يا رب العالمين، وادعولي ان ربنا يكرمني ويبارك لي في صحتي وانضف باقي السطوح ان شاء الله بإذن الله. ده بقى الجزء الثالث من تنظيف السطوح، الجزء الثالث ده. الحمد لله ولله الحمد. حبيبة كانت هتوجع. هي معدية، هي معدية كانت هتوجع. الحمد لله ولله الحمد. ادي هنا بص بقى نضفنا المكان، ودينا ايه انا بلم الزبالة عشان العيال ايه، عشان يرموها برا طبعا. بنرميها طبعا، بيروحوا بيها طبعا حد الصندوق، وعشان كده حلمها يعني مرة واحدة في شكارة كده ونروح بعد كده نرميها عند الصندوق. الحمد لله ولله الحمد، ربنا يكبر بخاطرنا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمنا يا رب العالمين من وسع، ويجعل لنا يا رب السعادة نصيب، ويجعل لنا في السعادة نصيب وفي الرزق الوفير يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. يعني أنا اتكلمت معاه بقول له يعني احنا معلش يعني لو انت سطوح بيتك مش هترضى ان هو يبقى بالمنظر ده، خلينا يعني حتى ننظف جزء عشان نعرف نقعد فوق السطوح ونقعد بالعيال في الهوا وكده. ساعات الدنيا بتبقى حر تحت والجو بيبقى نار من السخونة بتاعت الجو. اللهم أجرنا من حر النار يا رب العالمين، اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب العالمين، وكل مسلم يا رب، اللهم آمين. فعشان كده قلت له أنا خلينا ننظف يعني شوية حتى مكان نقعد فيه، عشان خاطر العيال تقعد براحتها وتجري وتلعب يعني فوق السطوح براحته. بص بقى المنظر بسم الله ما شاء الله بقى ازاي، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرمني يا رب العالمين. وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الحمد لله رب العالمين. بص بقى منظر السطوح بقى ازاي، والسلم بقى جميل وكل حاجة بقت نظيفة. أنا على فكرة كنت تعبانة جدا نفسيا لما السطوح بالمنظر ده. أنا هنا هو كل يوم بنضف شوية شوية علشان يبقى نظيف معانا يعني. دي هنا البطانية كنا ناشرينها فوق عشان كنا غسلينها فوقعت، قلنا بعدين بقى لما نجي ماشيين نبقى نشيلها معانا. وادي هنا ده آخر جردل طبعا بالنسبة الجردل اللي خرج آخر جردل يعني لمينا فيه التراب والبتاع ده. وادي هنا بنساوي الحاجة ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يسترنا يا رب العالمين جميعا ويستركم حبايب، الله يسعدكم يا رب العالمين. بصوا منظر المكان، يعني المنظر جميل ما شاء الله، بقى حاجة تانية يعني. لو طلعنا مثلا على السطوح من الساعة 5 لحد مثلا بالليل كده كده احنا حاطين لمبة فوق يعني، ممكن يعني هنرش مية وهنفرش السجادة وهنقعد، وهتبقى الدنيا معانا طراوة غير تحت خالص. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ربنا يكبر بخاطرنا يا رب العالمين ويكبر بخاطركم ويسعدكم يا رب العالمين سعادة الدارين. اتبهدلنا الصراحة في التراب أنا وعيالي ده، الحمد لله يا رب. ربنا يكرمنا يا رب العالمين ويبعت لنا جبارين الخواطر يا رب اللي يساعدونا كمان وكمان، وبارك الله فيهم اللي معانا جبارين الخواطر. علوش الله يسعدك يا رب العالمين يكبر بخاطرك، وساندي ربنا يكبر بخاطرك يا ساندي، وخديجة الله يسعدها يا رب العالمين، وغيمة ربنا يشفيك يا رب ويعافيك يا غيمة، أم محمد الغالي الله يسعدها يا رب العالمين سعادة الدارين.
الله يكرمك يا علي، الله يبارك فيك يا رب العالمين، ويسعدك سعادة الدارين يا علي. والله يا علي انا مش عارفة اقول لك ايه. الله يسعدك يا رب العالمين، ويكرمك بالصالحة المتصالحة يا غلبان يا طيب. ويجبر بخاطركم جميعا يا رب العالمين، وكل يوم جديد مع ام حبيب.